السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ حبيت اقول لكم تشتركوا في القناة لانه كل فترة بنزل مقاطع جديدة. موضوع اليوم نتكلم كيف تضخم عضلة معينة. عندك ضعف في عضلة معينة، كيف تضخمها، كيف تركز عليها، طريقة التمرين. على سبيل المثال خلينا نمسك البايسبس. كثير شباب بيعانوا مثلا من عضلة البايسبس ما هي راضية تكبر. طبعا كيف تكبر عضلة البايسبس؟ لازم تنوع في التمارين. اغلب الشباب يروح النادي يسوي وزن ثقيل، ما بيسوي حركة كاملة، ما بينوع في زوايا التمرين. فبوريكم كم مقطع تشوفوها، تركزوا بالفورم، تركزوا في زوايا التمرين عشان تحاول انك تضخم البايسبس. طبعا النقطة الأولى اللي يسووها أكثر الشباب واللي غلط، يروح النادي يحسب إنه أنا بضخم العضلة حسوي وزن زيادة، تلاقيه يسوي الوزن زايد، ما بيسوي الحركة كاملة، ما بيطلع أكثر شيء لفوق. طبعا هذا غلط، لازم تركز على الفورم. بعض الشباب يلاقيه مثلا يسوي لك 4-5 عدات، هذا كمان خطأ. تسوي مثلا من 10 ل 12، هذا الأصح. ليش؟ لأنه أنت كذا قاعد تحرق الجلايكوجين في البايسبس، قاعد تكر في البايسبس. لما تبدأ تحس إنه البايسبس تحس فيه زي حرقان أو شد، هنا تعرف إنه أنت قاعد تشتغل صح، إنه البايسبس كذا قاعد يهدم عشان بعدين لما تاكل وتتغذى صح يروح ينبني الثاني. طبعا النقطة الثانية اللي هي إذا أنت جدول تمرينك تتمرن وزن جدا خفيف، غير جدول التمرين خليه وزن ثقيل. إذا أنت الوزن ثقيل الحركة ما هي كاملة، لا غيره خليه وزن أخف بس حركة كاملة. إذا أنت الراحة عندك مثلا دقيقتين، خلي الراحة 35 ثانية بين كل جلسة وجلسة. فحاول تغير، لا تخلي جسمك يتعود على شيء معين. النقطة الثالثة، طبعا عشان تضخم البايسبس في حاجتين لازم تعرفوها، في دروب سيت وفي سوبر سيت. الدروب سيت لما انت مثلا بتكون بتسوي مثلا 15 كيلو في البايسبس، اول ما تخلص التمرين ما تريح، على طول تاخذ مثلا 5 كيلو وتكمل تمرينك. هذه اسمها دروب سيت، بتنزل في الوزن. السوبر سيت تسوي تمرينين مع بعض، يعني مثلا تلاقي ناس بيسووا هامر اللي هو مطرقة، بعدها يسوي لك بالبار مثلا زي كذا. طبعا هذه اسمها السوبر سيت. الاثنين هذه افكتيف، فعالة على انه ايش تساعدك انك تضخم البايسبس، او تضخم مو بس البايسبس، حسب التمرين اللي انت بتسوي. مثلا الاكتاف بضخمها، نفس الشيء تسوي دروب او سوبر سيت. عامل جدا مهم الشباب ما ينتبهوا عليه، تلاقيه بيتمرن صح، تمرينه صح، الزاوية التمرين صح، بنوع في التمارين دروب سوبر، بس جسمه ما بيضخم، البايسبس ما بيضخم. ايش السبب؟ السبب انه التغذية ما هي صح. لازم انت لما تخلص تمرين لازم تدخل مصدر كارب سريع الامتصاص، مصدر بروتين كويس، وتغذيتك طول اليوم تكون كويسة، عشان انت قاعد تهدم في العضل. فانت ما بتهدم، لازم تروح تغذيه ثاني. اذا ما بيدخل جسمك مواد غذائية او اكل، جسمك ما حيقدر يبني العضلة ثانية مرة ثانية. فاهم شيء التغذية. وطبعا عامل ثاني اللي هو النوم، انت ما بتاخذ راحة، ما بتريح جسمك، ما بتدي جسم فرصة لجسمك انه يرتاح، ما حيسوي ريكفري، استشفاء عضلي ما حيصير، فصعب انه تضخم العضلة. طبعا النقطة الأخيرة اللي هي مهمة، يجي شخص دحين يقول كم مرة مرن البايسبس؟ طبعا كل واحد على حسب جيناته. في ناس تلاقيه ما يمرن إلا مرة في الأسبوع البايسبس عنده ضخم، في ناس تلقاه يمرنها مرتين، في ناس تلقاه 3. أنا ما أنصح أكثر من 3 مرات في الأسبوع، لأنه البايسبس عضلة صغيرة. طبعا هل كل يوم تكون نفس التمارين؟ لا، تنوع، حاول دائما تنوع في التمارين. تقدر تخلي مثلا يوم تركز بالفورم، اليوم الثاني بعدها بيومين تاخذ يومين راحة، تسوي وزن ثقيل للبايسبس، وبعدها بيومين ترجع مرة ثانية ايش تركز في الفورم. طبعا النظام زي كذا، اخلي يوم مرة اوزان ثقيلة ويوم اركز بالفورم. فبنهاية المقطع دحين بوريكم 3 تمارين سويتها للبايسبس. دائما اركز على الفورم اهم شيء. كثير من الشباب لما يتمرنوا بايسبس يحركوا الساعد لقدام، هذا غلط. حاول انه دائما الساعد ما يتحرك، انت بتحرك الساعد كذا، ما بتسوي عزل للعضله البايسبس. ثاني شيء، شباب بيتمرن باوزان ثقيله بيستخدموا ظهرهم لما يرفعوا، انت كذا قاعد تستخدم ظهرك، ما بتحط كل تركيزك على البايسبس. فحاولوا تركزوا بالفورم. طبعا هذه النصائح جدا مهمه. اذا عندكم اي اسئله الله يحييكم.
ست بدون وزن واصل.